السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطعنا هذا اليوم مثل ما قررت بعنوان المقطع ما راح تقدر تسوي لوحة خاصة وحذف تطبيق الفروض. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تعملوا بزركم زر اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. اتمنى ما تقصرون معي بالدعم. فحاليا ما احب اني توافقنا خلينا المقطع على طول يا حبيبي. طيب شباب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا شباب اللي ما يعرف تطبيق الافرود، طبعا يا شباب هذا التطبيق تقدر انك تسوي من خلاله لوحاتك الخاصه اللي تكون خاصه فيك، او اللوحه اللي تقدر انك تكتب فيها اي شيء انت تبيه. وش فائده هذه اللوحه؟ طيب يا شباب في كليتشات تحتاج لها لوحه خاصه، وقصه هذه اللوحه الخاصه انك تقدر تبيع بدون ما يجيك حظر البيع نهائيا. بس الحين اخر فترة رجعت تواجه عدد كبير من اللي هو اللاعبين في مشاكل في هذا التطبيق، وعشان روكستار تريحنا من هذا التطبيق او من هذه المشاكل تريح نفسها قامت بحذف هذا التطبيق. حاليا تدخل الى جوجل بلاي وتروح تبحث على هذا التطبيق ما راح تحصله نهائيا، مهما تحاول ما راح تحصله. وان شاء الله هذا التطبيق على ما قالوا روكستار انهم راح يرجعوه مع التحديث القادم اللي هو تقريبا بعد 5 أو 6 ايام اللي هو بتاريخ 13 ديسمبر. ان شاء الله الشباب راح يرجعوا تطبيق بدون ما في اي مشاكل، والكل ان شاء الله راح يقدر يسوي لوحات خاصة. بس ان شاء الله راح يكون في التحديث الخارجي الجاي. طبعا شباب راح يكون في تحديث خارجي وان شاء الله راح نصور لكم اول ما ينزل التحديث. فهذا طبعا شباب كل الامور، وان شاء الله شباب من البرنامج الجديد ما راح يكون في اي مشاكل وما راح تواجهك اي مشاكل. من المواجهات او المشاكل اللي كانت تواجه اللاعبين انه اذا سووا لوحة خاصة وسووا كل شيء ما تجي رسالة في اللي هو الجراند، ما تجي رسالة نهائيا، وهذه واحدة من المشاكل الكبيرة وما في أحد قدر يحل هذه المشاكل. فإن شاء الله راح ينزل التحديث القادم بدون أي مشاكل. فبس والله شباب اللي يقدروا نقول نهاية المقطع. أتمنى المقطع عجبكم، لا تقصروا من ضغطكم زر اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. كان معكم أخوكم ياسر، انتظرونا في جديد. في أمان الله أو مع السلامة.